عليكم، أسعد الله مساكم كل خير. حقيقة ممكن تخرج برا بلدك، تسافر بالأسابيع وبالأشهر، ولكن مهما كملت شهر أو أسبوع أسبوعين في برا بلدك يضربك الملل وترجع. لكن والله يا جماعة بالذات صلالة ما تمل منها. أنا راجع اليوم يعني عندي عمل ضروري، ولكن والله إني الحلو الجميل في صلالة إن كل خريف تتعرف على ناس طيبين، تتعرف على عناصر، تكسب معارف. هذا الجميل في صلالة. و يعني صبر صلالة يعني تعتبرها تعتمد على نفسك، أكشنات. هذه السفرة لي لصلالة هالسنة مختلفة عن جميع السنوات، أفضل حاجة. فخلوني متأخر، خلونا نقول نوصل بقى نزيد الكلام. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أجواء صلالة وأجواء هذه واحد. يا الله رجعونا صلالة. يلا خلاص رجعونا صلالة. ايوه نعم. لا بترجعوا صلالة وشفت الأجواء الحارة. يا بعد كل ملي يغلى من الغال، يا روحي يفز لك قلبي، يرحب ويهلي. يا ربي ريحتك كلها ريحة بوش. وش انا بو ريحة بوش. هاي قسم بالله بوش فيك. وش سوي يقول ايه؟ وش تاكل ده كله طايح على اسنان بوش. يا رب والله بمشان ريحتك كلها بوش. الخابوري والله. جيب جرتك يبغى نسير يا اخي. والله اشتقت لك والله العظيم. اشتقتك العافيه الحمد لله على السلامه. جايب لك حلوه بعد. وش؟ حلوه. لا تمسي طول مره. هنا نعم اليوم مره جايني بالروز. اسمح كانت ربشه اليوم وزحمه وهذا وشلوا السيارة كلهن نجار. وعاد ابنها السياره هي طال عمرك. يا مرحبا في كذا. تضحك على شو كيفها؟ هاي كذا ها؟ انت عاد مرنت وصلت هبلت. ما ملت. يبنت حسبها حبيبي باللبس كله باللبس. رد ابو خلي وصلنا لبلاد الله لا حلك كان هبلت انت عاد. يسعد لي جو. هناك ما هي بس ما الدري ابو مشاري يا اخي تصطفر ابني. والله تعرف ايش اللي بروش هنا كله بنش. فهمتي صلالة؟